الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ عيد مبارك عليكم وعلى حبايبكم يا رب، وعيد سعيد كده على كل واحدة كده تسمع الفيديو ده ان شاء الله، وتعملي لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد، ومتنسيش بقى تزر زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد مني ان شاء الله. تعالوا بقى بصوا، يعني انا المرة دي بقى هيصت جوزي يا جماعة، وقلت لازما كده ايه انزل بقى اعيد عليه، لان كل مرة كنت بصراحة بجيب لنا او للعيال مثلا وما بجيبلوش حاجة. فانا بصراحة بقى نزلت كده لقيت كذا يعني موقع على النت بيجيب حاجات حلوة جدا وحاجات نظيفة. عايزة اقول لكم الخامة القطنية جميلة جدا. طبعا انا بحب ان انا اجيب بصوا تيشيرت الالوان دي، اول مرة اجيب الالوان دي بصراحة ليه، ولكن يا رب هو يلبسها يعني ان شاء الله، يا رب يلبسها كده ويبقى ان شاء الله حاجة جديدة عليه ان شاء الله. طبعا انا جبت له تقريبا يمكن اربع تيشرتات حاجة زي كده. طبعا ده شبابي جدا وتحفة، وكان عامل يا دوبك يعني 200 جنيه، يعني كان التيشيرت عامل 200 جنيه، كان حلو قوي. يعني كان على النت وكده لقيت كذا حد بيشكر فيه، فبصراحة حاولت ان انا اتكلم اديت المقاس بتاع زوجي وكده، بس طبعا انا بصراحة يا بنات خفت ان انا اديها نفس المقاس بالظبط ويطلع يكش او حاجة زي كده، لاني مكنتش واثقة كويس في النتيجة اللي انا ابهرت فعلا بيها. تحفة جدا جدا جدا. طبعا بليت الماتيريال يعني القماشة نفسها، الماتيريال بتاعها حلو جدا جدا يا بنات. وان شاء الله لو عايزين يعني توصلوا لبسمة اللي جابت لي الحاجات وكده، بصراحة كويسة جدا، هسيبها لكم في اول تعليق ان شاء الله او في صندوق الوصف. ممكن اسيب لكم رقم الموبايل او اسم الصفحة بتاعتها، او هسيب لكم مثلا اللينك عشان توصلوا لها بكل سهولة. طبعا انا جبت كذا تيشيرت يا بنات. طبعا انا عندي زوجي بيلبس نمرة 3 أو 2 حاجة زي كده يعني، فانا جبت نمرة كام، جبت 5 لان خفت 5 أو 4، قلت اجيب 4 يعني ايه عشان خايفة نكش ولا حاجة، لان اول مرة بصراحة اجربها او اتعامل معاها. ولكن بصراحة عسل عسل، الماتيريال بتاعتها جميلة جميلة جدا يا بنات والله، فنصيحة بجد اللي انتوا تجيبوها. طبعا انا جبت ابني معاذ زي بابا بالظبط، يا دوبك جبت له تيشرتين. بص هو كل شوية عمال يقول يا ماما لبسيني زي بابا وكده، وبصراحة ما كانش عنده حاجة زي بابا خالص، فانا اضطريت ان انا اجيب له تيشرت برتقاني وبابا كمان تيشرت برتقاني وكده. لونهم حلوين جدا، بس بتاع ابو معاذ معلوش اي شغل وكده، لكن معاذ هو اللي عليه. طبعا كمان التيشيرت الاسمر دوت برضو بتاع معاذ، لا ده شورت يا بنات معلش. ده شورت، الشورت ده جميل جدا وفيه جيوب كده من عند الركبة، وبرضو حلو جدا وتقيل، الخامة بتاعته حلوة قوي بسم الله ما شاء الله. انا ما كنتش متصورة ان الحاجة تطلع بالمنظر ده، ولا القماشة تطلع بالنظافة والحاجة الجميلة دي. فبجد والله بدل ما انا انزل واروح واجي، فانا هبقى اتصل بيها على طول، اكيد بجد هبقى اجيب منها، لان انا اول مره اتعامل معاها ولكن حاجتها حلوه. عايزه اقول لكم كمان ان اهو ده التيشيرت بتاع معاذ اهو. عايزه اقول لكم الشورت اصلا يعني ماشي على التيشيرت ده قوي، او التيشيرت البرتقاني برضو، لان الشورت فيه الوان كتير كده. بصوا انا هنا بوريكم، بقول لكم برضو جبت تيشيرت اسمر زي باباه كده، ان هو بيحب يلبس مع باباه جدا. عايزه اقول لكم على حاجه، هي مش بتبيع تيشيرتات بس، بتبيع كمان
اسم الله عليك يا روحي، اسم الله عليك. فبالله عليكم يا اخواتي ادعوا لابني الصغنن الامير الصغنون علشان تعبان جدا. بالله عليكم ادعوا له كده ربنا يقومه بالسلامه ان شاء الله، لان كل ما بيتحسن يعني بيزيد فيها بيرجع تاني التعب. يعني مش عارفه كل ما اقول له بتحسن ما بتحسنش. طبعا انا هنا دخلت على البناطيل لان هي بسم الله ما شاء الله هي مش بتبيع تيشرتات بس، لا كمان بتبيع بناطيل. بصي يا اخواتي البنطلون ده بجد القماشه بتاعته مش عارفه هي مش جنس، مش عارفه اسمها ايه كده. انا والله يا اخواتي ما بفهمش في التفاصيل قصدي في القماش، ولكن قماشه حلو يعني قماشه مش جنس، لا تحس ان هي اللي هي مش ولا كمان ريكرا اللي هي مش ريكرا ولا حاجه. ونسيت صح اقول لكم ان التيشيرتات اللي انا جبتها قطن وفي نفس الوقت بتتمط سيكه صغيره، يعني اللي هي ممكن يعني مش اللي هي يعني انت ممكن تشديها ولا حاجه فتعمل مطرح الايه تبوظ ولا حاجه وتلاقيها تبهوأ كده عليها. لا خالص التيشيرت لا جميل جدا مهما ما شد فيه، او مثلا اعمل اي حاجه بالنسبه اللي انا اعرف المتر بتاعته مثلا القماشه بتاعته وحشه ولا لا بلاقيها حلوه جدا يا بنات. نفس النظام برضو البناطيل مش جنس ولكن حلو، يعني القماشه بتاعته اللي هي حلوه ديت اللي الجسم يتقع في الحر. مش عارفه اقول لكم اسمها ايه بس جميله جدا. طبعا انا هنا جبت بنطلونين جينز اللي هم مش جينز اسمهم حاجه تانية بس مش فاكره. وجبت كمان 2 ترنج بنطلونين ترنج يعني ممكن ينزل مثلا بيهم. بصوا يا جماعه يا ريت لما تجيبوا الحاجه جواها اوسع شويه عليكم، بلاش تجيبوا الحاجه اللي هي بالظبط او الضيقه، لان انا بصراحه انا عندي ابو معاذ ما بيحبش الحاجه الضيقه او اللي هي ماسكه على جسمه دي، فبيقولك لا هاتيها واسعه عشان خاطر تبقى حاجه يعني ايه يعني الواحد يعرف يقعد كده بيها، بالذات البناطيل الترنج وكده. طبعا هو ما بيحبش يقعد في البيت وكده بشراط. بس والله انا بحاول يعني انا بحاول مثلا اجيب له شراط وكده لان الجو صيف والدنيا حر. بصي يا اخواتي هو مش اللي هو ما هو مش تخين قوي ولا مليان ولا اي حاجه خالص، ولكن هو بيحب الحاجه تكون واسعه. بس بصراحة هنا البنطلون بتاع الترنج جميل جدا، وعايزة اقول لكم كمان القماشة بتاعته حلوة جدا 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 يا بنات والله. بص طبعا انا جبت كمان طبعا جبت هنا حبيب ماما برضو معاذ جبت له برضو بنطلون ترنج مثلا ينزل على تيشيرت ولا حاجة من اللي انا جبتهم له دول. انا جايبه له دوبك تيشيرتين بس مثلا ينزل يروح اي حتة مع باباه كده يعني، لان هو برضو ساعات بيقولك لا يا ماما انا مش عايز حد يشوف رجلي كده يعني، يحبش يلبس برضه نص كم مع اني والله عادي بس هو طالع زي باباه يعني. عايزه اقول لكم بتبيع اطفال حاجاتها جميله جدا بصراحه. انا ما كترتش من حاجات الاطفال لاني بصراحه ما كانتش معايا الفلوس مكفيه. تاني حاجه كمان يعني الحمد لله كل اللي يجيب ربنا كويس. طبعا بصوا بقى بتبيع شويه كاوتشات وحاجات تحفه تحفه تحفه. طبعا انا عندي ابو معاذ رجليه كبيره وكده فبيحب يلبس جزم وكده وشوز يعني، بس انا اول مره اجيب له كوتشي قلت له بص بقى يعني جرب الكوتشي شويه حلو جدا يعني. ده لون اسمر في رصاصي كده. طبعا هم حاطين جواه حاجه بالنسبه مثلا الكوتشي ما يتطبقش يعني، مش حاطين فيه ورق ولا حاجه، هم حاطين في البتاع اللي هي البلاستيكه ديت اللي هي زي الرجل اكني في حد لابسه لكن هو مش ملبوس. بص انا حتى بقوم لكم واوريكم ده بيتغسل يا بنات في الغساله، ده اللي بيتغسل في الغساله حلو جدا جدا. بصوا بقول لكم هنا حلو يعني بصراحة يعني هو شاف الحاجات ديت وعجبته جدا وقال لي بقى سيبيها ان شاء الله لما يعني ننزل كده وربنا يسهل لنا في العيد ده هبقى ايه. بصوا هنا 46 هو مقاسه كبير اصلا 46 مقاسه كبير جدا يا بنات، بس الحمد لله يعني انا كمان ما كنتش لاقيه اكبر من كده ولكن الحمد لله يعني جت على قد. انا كنت خايفه قوي من المقاس لاني مقاس الجزم غير الكاوتشات تقريبا ما اعرفش والله يعني اول مره. طبعا ده لون زي الفراني كده فاسمر برضو نفس المقاس وكل حاجه نفس كمان الكوتشي اللي عدى
ولكن تحفة تحفة جدا يا بنات. عايزة اقول لكم كمان ان بيتغسلوا في الغسالة وكده، ولكن انا ما بحبش اغسلهم في الغسالة بصراحة، بحب اغسلهم على ايدي احسن، لاني بخاف الغسالة تبوظ وكده. وطبعا الواحد اكيد مش بيبقى معاه فلوس يجيب على طول غسالة وكده، والحمد لله. عايزاكم بقى تكتبوا رأيكم في الكومنتات على الهدوم، وسلام عليكم.